مات في شقته بقاله 3 سنين لغاية ما جسمه اتحلل وبقى عظم ومحدش يعرف انه مات. تعال اقول لك ايه اللي حصل لواقعة قلبت الدنيا حرفيا على السوشيال ميديا وتحديدا بقى محافظة طنطا. واحدة مالكة لشقة وواحد مستأجر قاعد في الشقة بتاعتها، المستأجر دوت امتنع عن دفع الإيجار لمدة سنة. طبعا بعد كده مالكة العقار بدأت ان هي تتجه للقضاء يعني والمحاكم وترفع عليه قواضي ان هو ممتنع عن دفع الإيجار، وبالفعل خدت يعني لمصلحتها يعني القانون جه طبعا في مصلحتها ان هي تطرد المستأجر دوت من الشقة. طبعا الكلام ده كله على ما خدت الحكم، والكلام ده كله قعد حوالي 3 سنين. لما جت تخبط على الراجل دوت كالعادة ما كانش بيفتح، حاولت ان هي تكسر الشقة بالحكم اللي معاها دوت من المحكمة، لقت ان الراجل مات وجسمه اتحلل وبقى اصلا عبارة عن عظم. بقول لكم 3 سنين ميت ومحدش يعرف عنه حاجة. طبعا كلموا قرايبه قالوا له تعالى استلم الجثه. بالنسبه لقرايبه رفضوا تماما ان هم يجوا ويستلموا جثه المتوفي دوت، لغايه ما ناس اتصرفت وقالوا ان في ذهب وفي فلوس وفي حاجات كتيره قوي في الشقه فتعالوا استلموها. جم 5 من قرايبه على اساس ان في ذهب وفلوس والكلام ده كله، ولكن اكتشفوا ان مفيش حاجه في النهايه واضطروا ان هم ياخدوا جثه المتوفي علشان يدفنوه. موقف غريب جدا وموقف بشع، بقولك قلب الدنيا حرفيا على السوشيال ميديا. راجل متوفي بقاله 3 سنين لغاية ما جسمه بقى عظم ومحدش من أهله بيسأل عليه. طبعا ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مثواه الجنة. انتوا قولولي في كومنتات ايه رأيكم في الواقعة دي.